قلت لك ما ينفعش كده يا هدى، ما ينفعش. ايه اللي بيحصل ده يا رامي؟ في ايه يا هدى؟ كنت بتعملي ايه مع جوزي؟ بتعمل ايه هنا؟ هو انت بتعكس اهل بيتي يا عادل؟ وانت مالك انت مالكش حكم عليا. يعني انت مالك؟ انت هنا زي مراتي بالظبط، انت اختها. اطلعي فوق يلا، يلا اطلعي فوق. نورت بيت اختك يا قلب اختك. يا رب يكون من قلبك يا سلوى. صاحبتي يا بنتي، انت اختي حبيبتي. اتفضلي اتفضلي يا حبيبتي، تعالي. نورتيني يا هدى. بس بيتك حلو يا سلوى، فقير بس دافي. امال فين بيتك بتاع زمان؟ حبيت اللي فيه جوزي واولادي يا هدى. كله راح، بيت راح والفلوس راحت وكل حاجه راحت، والديانه حجزوا على البيت يا سلوى. بابا الله يرحمه يا هدى. المهم يا حبيبتي ان انت بخير. انت عارفه يا هدى، رامي شغال ليل ونهار عشان نظبط البيت ونجيب عفش جديد ونظبط البيت يبقى احسن يعني. طب قولي لي بقى فين الاوضه اللي هقعد فيها؟ تعالي يا حبيبتي، تعالي اوريها لك، يلا. فرشتلك ملايه جديده، ايه رايك في الاوضه بقى يا هدى؟ اوضه؟ انت بتسمي دي اوضه؟ الله يرحمك يا بابا. طب بقول لك ايه، هروح اعمل لك الغدا بقى يا حبيبتي، خدي راحتك. بقى دي نهايتك يا هدى يا بنت الحسب والنسب؟ بعد ما كنت غنية ومعاكي فلوس وعايشة عيشة الكل يحلم بيها، تبقى نهايتك كده؟ منورين بيت اخوك يا رجاله. نورك يا رامي. حبيبي عادل. ايه بصاب؟ حبيبي يا مراجي، عامل ايه؟ الحمد لله يا رامي. يا عم بتشرب، كمل الشاي بتاعك. لا والله فرش شبعان والله. لا بعد كده كتير، ودي كده قلة ذوق ومش عاملين حساب اللي قاعدين معاهم في البيت. انا لازم اطلع لهم. يا اخي ما تقولش الكلام ده. حسن والله. انا عايزه افهم بقى، هو هنا قهوه ولا بيت؟ لا ده بيتي، واقعد فيه بمزاجي، واللي مش عاجبه يقدر يمشي، الباب يفوت جمل. دي قله ذوق على فكره، شايفه؟ بالراحه يا رامي، ما تكلمش اختي كده. ما انا قلت لكم ان ده بيتي واعمل اللي انا عايزه، فيه انتوا الاتنين بقى. شكله بيتكم فعلا، بيتكم قوي، بيتكم خالص، لايق عليك. بيتنا قوي، بيتنا خالص. مش احسن من الشارع اللي انت قاعده فيه ليل ونهار وكنت مرميه فيه؟ اهدى يا رامي، اهدى يا رامي، اهدى، مفيش حاجه، اهدى. هو مين جاب لبابا المرض؟ مش انت؟ لما ضحكت على الهبله دي وخدتها ومشيتوا واتجوزتها وتعب وقعد في المستشفى والديون هجمت علينا من كل ناحيه وتقهر ومات بسببكم. بقت فقيره، بس ده بسببكم انتوا الاتنين. الوقت خلاص، بقيت انا كل سبب، كل مصيبه في العيله عندكم. اقعدوا يا رجاله، اقعدوا. انا قرف. بس الهوا هنا غير جوه الشقه. على الاقل الهوا حلو، مش بيتخانق معايا. وفي حد برضه اتخانق مع الجمال ده؟ والله ضحكتني وانا متضايقه. بقى كده يا هدى، ماشي. كنت فين؟ كنت قاعده بره. في ايه وبتتكلم ليه كده؟ كنت قاعده مع عادل شويه. مع مين بالظبط؟ مع عادل. ولا هو كمان ممنوع اخد نفسي هنا؟ تاخدي نفسك مع راجل غريب. الكلام ده هناك في الكومباوندات اللي كنت عايشه فيها، في الرحاب ومدينتي. هنا في اصول واحترام. ما هو صاحبك ومش غريب وبتدخله بيتك، ولا هو مش كويس؟ صاحبي، بس واضح انه بقى صاحبك انت كمان. بقول لك ايه، انا مش جاريه هنا، ولا انت ولي امري، ولا انت كمان وصي عليا. وانت مش في فندق، انت هنا في شقتي، والبيت ده محترم وهيفضل محترم. محترم؟ ما هو واضح. انت فاكره نفسك مين؟ فاكره نفسك ايه؟ انت هنا اخت مراته ومجرد ضيفه، مالكيش اي لازمه في البيت. ضيفتك دي بقى مش فارق معاها اي حاجه، ولا فارق معاها عيشتك، ولا فارق معاها بيتك، ولا فارق معاها اختها، ولا فارق معاها اي حاجه اصلا. ولها صريحه لو مش عاجبك البيت. مش عاجبني، مش عاجبني الصوت العالي، ومش عاجبني القسوه، ومش عاجبني ان انا حاسه ان انا زي الكنبه في بيتكم. ايه يا جماعه، استهدوا بالله، صوتكم عالي كده ليه؟ ولا نايم هيصحى. انت مش شايفه يعني اللي بيحصل من اختك؟ عايزه تبوظ حياتنا. انا جيت هنا عشان الاقي حد يحميني، لقيتك انت. بالراحه يا اختي، استهدي بالله، ما تزعليش من رامي يا هدى، ده طيب والله وبيحبك. طيب؟ مبقاش في حد طيب دلوقتي يا سلوى، حتى خطيبي اللي فكرته اكتر واحد طيب في الدنيا دي وحنين وبيخاف عليا، اول واحد باعني. ايه بس اللي حصل يا حبيبتي؟ احكي لي. انا
كان نفسي يبقى عندي بيت وأعيش يا سلوى وأفرح زي بقية البنات. حتى خطيبي ده كنت شايفاه بيحبني وكنت شايفاه طوق نجاة ليا بعد اللي حصل، وهو على يدك اهو. معلش يا حبيبتي ما تزعليش، ربنا ان شاء الله هيعوض عليكي. انت عارفة يا سلوى، بعد ما سافر اكتشفت خيانة وكذب وطمع. أنا اللي اتسبت واترميت يا سلوى وخسرت كل حاجة. معلش يا اختي حبيبتي. بس انت ليه مختلف عنهم؟ عشان انا مش شبه حد وانت مش زي اي حد. انا مش ملاك يا عادل، انا مليانة اخطاء وجروح وحاجات كتير بايظة. كل الناس مكسوره اهو، بس في ناس بتتصلح لما بتلاقيش حد يوجعها اكتر. انا خايفة اصدق بجد ان لسه في حد بيسمع من غير ما يحس. انت بتعمل ايه هنا؟ هو انت بتعكس اهل بيتي يا عادل؟ وانت مالك انت انت مالكش حكم عليا. يعني انت مالك؟ انت هنا زي مراتي بالظبط، انت اختها. اطلعي فوق يلا، يلا اطلعي فوق. بقول لك يا عادل ما تجيش هنا تاني ولا اشوف وشك، انت فاهم؟ اهدى يا رامي اهدى، انت فاهم الموضوع غلط. لا غلط ولا صح، ما تجيش هنا تاني يا عادل، يلا. انت عايز ايه؟ انت عارف انا عايز ايه؟ ايه النظرات دي؟ حتى انت كمان بتفكر فيا كده؟ طبعا. انت عايز عادل حبيب القلب اللي عايزه تسهري معاه وتعيشي معاه بره. عادل ده مش اكتر من ان شخص بيسمعني من غير ما يجرحني. طبعا بيسمعك طبعا، والكلام الحلو ببلاش. على الاقل يعني بيسمعني من غير ما يهني. فاكره نفسك لسه عياله صغيره ومراهقه؟ احنا هنا في بيت مش في كافيه شعبي. وانا مش جاريه في بيتك هنا يا رامي. ايه ده؟ بتعملوا ايه مع بعض؟ قلت لك ما ينفعش كده يا هدى، ما ينفعش. ايه اللي بيحصل ده يا رامي؟ في ايه يا هدى؟ كنت بتعملي ايه مع جوزي؟ بعمل ايه مع جوزك؟ ايوه، في ايه اللي انا شفته ده؟ لا بيسأليه. اسألوه. وانا سايبه البيت وماشيه اساله. راحوا فين؟ الهروب مش هو الحل. انا تعبت ان انا اكون حمل على الناس. بس انا عمري ما حسيت انك حمل عليا. صدقني انا ماليش مكان هنا. مكانك مع الناس اللي بيحبوكي زي ما انت. يعني مش هتعايرني بحياتي القديمه ولا هتضايقني؟ عمري